السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتهاء جميع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، تتزايد التوقعات حول المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القاري في نسخته 34 بساحل العاج. المنتخب السنغالي بطل النسخة الماضية مرشح للاحتفاظ باللقب، ولديه فرصة بنسبة 12.8%، وهي أعلى نسبة بين المنتخبات المشاركة في الكأس، وفقا لموقع أوبتا المتخصص في إحصاءات كرة القدم. وحسب نفس الموقع، فإن منتخب ساحل العاج، وبفارق ضئيل عن السنغال، هو ثاني المرشحين للفوز بالكأس بنسبة 12.1%، فيما المغرب في المركز الثالث في القائمة ويمتلك فرصة بنسبة 11.1% للفوز باللقب. وبالمناسبة، لم تتعثر المنتخبات سبق ذكرها في أولى مبارياتها بالمقارنة مع باقي المنتخبات الأولى في القائمة أمامكم، فيما الجزائر لديها فرصة بنسبة 9.7%، ومصر في المرتبة الخامسة بنسبة 8.5%، وجاءت تونس في المرتبة السابعة بنسبة تتويج بلغت 6.3%، وكلها تعثرت في أولى المباريات، فيما حظوظ موريتانيا شبه منعدمة. كي لا أطيل، ولمزيد من التفاصيل سأترك لكم رابط الجزء الثاني أسفل في صندوق الوصف.